في أقصى جنوب سيناء، بعيد عن دوشة المدن وزحمة شواطئ السياحة، في مكان اسمه وادي الجن. الوادي ده مشهور بين البدو اللي عايشين هناك بحكايات ترعب، مش عشان فيه كنوز مدفونة ولا حاجة، لا عشان فيه سراب أحمر غريب بيظهر هناك وأصوات مخيفة بيقولوا إنهم بيسمعوها. الحكايات بتقول إن الوادي ده أرض عهد قديم بين البني آدمين والجن، وإن اللي يكسر العهد ده أو يدخل الوادي بنية وحشة بتطرده لعنة ما بيعرفش يهرب منها. آدم شاب مغامر بيحب يستكشف الصحراء، كان طول عمره بيضحك على الأساطير دي، بيعشق المغامرة والتحدي، وكان شايف إن قصص وادي الجن مجرد خرافات بيألفها البدو عشان يخوفوا الأغراب. قدر يقنع صاحبه هشام اللي بيدرس جيولوجيا وبيحب القصص القديمة إنه يجي معاه في رحلة استكشافية لوادي الجن، يمكن يلاقوا تشكيلات صخرية نادرة. الرحلة في الأول كانت زي الفل، طبيعة جميلة، سما صافية، وهواء صحراء نضيف. بس لما دخلوا أعمق في الوادي الجو بدأ يتغير، هبت رياح سخنة فجأة جايبة معاها تراب خشن بهدل وشوشهم. العربية بتاعتهم اللي كانوا رايحين بيها الرحلة بدأت تتجنن، الجي بي اس بقى بيشاور على اتجاهات غلط، ومؤشر البنزين بيطلع وينزل بجنون. في اليوم الثالث وبعد ما تاهوا خالص ظهر لهم السراب الأحمر لأول مرة. ما كانش سراب عادي، لا ده كان ضباب أحمر تقيل مالي الجو وكأنه سائل بيغلي، ومن جوه الضباب ده بدأ هشام يسمع أصوات. ما كانتش أصوات رياح، لا ده كانت صيحات قوية كأنها طالعة من زور بني آدم، بس كانت متقطعة ومتلخبطة مع أنفاس تقيلة وضحكات شريرة. آدم حاول يتجاهل الموضوع وقال دي مجرد هلاوس من العطش والإرهاق، بس هشام بدأ يحس إن في حاجة بتطاردهم، كل ما يقفوا يحسوا إن في عين بتراقبهم من ورا الصخور. في ليلة من الليالي وهما بيحاولوا يناموا في خيمتهم صحي آدم على صوت هشام وهو بيصرخ. كان بيشاور بره الخيمة برعب وعينه مفتوحة على آخرها. شايف اللي بيجرى هناك؟ همس هشام وصوته بيترعش. آدم ما شافش حاجة في الأول، بس بسرعة لمح أشكال باهتة وشفافة بتتحرك بسرعة البرق بين الصخور وكأنها كيانات مش من عالمنا ده. كانت أطرافها طويلة بشكل يخوف وبتطلع أصوات حشرجة غريبة. ما لحقوش يفهموا حاجة وسمعوا صوت واطي كأنه همس جاي من جوه الخيمة نفسها. دخلت ومش هتخرجوا، العهد اتكسر. دخلت ومش هتخرجوا، العهد اتكسر. الرعب شل حركتهم، كل حاجة حواليهم بدأت تتهز بعنف، الخيمة، الصخور، الأرض، وشقوق ظهرت في الصخور اللي قريبة منهم وكأن حاجة ضخمة بتتحرك تحت الأرض. الضباب الأحمر بدأ يتسلل جوه الخيمة جايب معاه ريحة كبريت مخلوطة بريحة موت. ما كانش قدامهم غير انهم يجروا. ركبوا عربيتهم وهم في حالة رعب بيحاولوا يسوقوا في الضلمة الكحل وسط الرمل اللي بيتحرك والأصوات المخيفة بتزيد وتعلى والسراب الأحمر بيحاصرهم من كل ناحية. آدم حس للحظة إن في إيدين ساقعة بتطلع من الضباب عشان تحاول تشد العربية. بأعجوبة قدروا يخرجوا من الوادي مع أول نور الفجر. لما وصلوا لأقرب قرية بدوية كانت حالتهم صعبة. آدم حس بدوخة شديدة، بقى يشوف وشوش متلخبطة في كل مكان. أما هشام فدخل في حالة نفسية صعبة، بيرفض يخرج من بيته ودايما بيردد جملة واحدة بس: إحنا كسرنا العهد وهم دلوقتي بيطالبوا بالثمن. إحنا كسرنا العهد وهم دلوقتي بيطالبوا بالثمن. إحنا كسرنا العهد وهم دلوقتي بيطالبوا بالثمن. الحكايات دلوقتي في سينا بتتكلم عن المستكشفين اللي دخلوا وادي الجن وطلعوا منه بلعنة السراب الأحمر. بيقولوا إن أرواح الوادي أو جن العهد ما بتسيبش اللي يزعجها، وإنها بتطاردهم حتى في أحلامهم، بتطالب بالوفاء بالعهد اللي هم ما عرفوش عنه حاجة. ولحد دلوقتي كل ما تيجي رياح سخنة في سينا ناس بتهمس وتقول: بصيحات الجن لعنة السراب الأحمر مش هتخلص، لعنة السراب الأحمر مش هتخلص، لعنة السراب الأحمر مش هتخلص.